اهلا بيكم في فيديو جديد وتقنيه جديده كالعاده. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الواي فاي كولينج، وموضوع النهارده هيكون عن تقنيه جديده وهي تقنيه الاي سيم. هنفهم مع بعض يعني ايه تقنيه الاي سيم وازاي بتشتغل وايه مميزاتها وايه عيوبها، وكمان هنرد على سؤال مهم جدا: امتى هتبقى متاحه في مصر بشكل رسمي؟ تابع الفيديو للنهايه عشان تعرف كل حاجه بالتفصيل. طبعا قبل اي حاجه، لو لسه مش مشترك معانا في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وكمان اللايك الجميل بتاعك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد في عالم التكنولوجيا اول باول. ولو تعرف حد ممكن يستفيد من الفيديو ابعت له الرابط علشان كمان هو يستفيد. ولو انت صديقي اول مره تشوفني فانا عبد الله نصر وبقدم محتوى تكنولوجي عن كل جديد في عالم التقنيه والاجهزه الذكيه. يلا بينا نبدا الفيديو ونعرف اكتر عن الاي سيم. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن تقنيه الواي فاي كولينج، ودي تقنيه هتبقى طفره في عالم التكنولوجيا في مصر، بتسمح لك تعمل مكالمات عن طريق الواي فاي بتاعك بدل ما تعمل على الشبكات التقليديه العاديه بتاعتك، واللي دايما بيكون فيها مشاكل في التغطيه وان الشبكه ضعيفه. الفكره انك لو في مكان الشبكه فيه ضعيفه وعندك واي فاي مستقر هتقدر تعمل مكالمات بجوده عاليه جدا من غير اي تقطيع في المكالمات. لو لسه ما شفتش الفيديو دوس على علامه الاي اللي هتظهر لك فوق دي وشوف الفيديو. وبالمناسبه هتلاقوا في وصف الفيديو ده لينك بيوضح الاجهزه اللي بتدعم تقنيه الواي فاي كولينج. فيديو النهارده بقى نتكلم فيه عن تقنيه اسمها الاي سيم. التقنيه دي هتغير حاجات كتيره جدا في المجال التكنولوجي. قبل اي حاجه تعالى اوريك الصوره دي بتشرح ايه بالظبط. الصوره اللي قدامك بتشرح تطور احجام الشرايح زي ما انتم شايفين. احنا عندنا اربع حاجات، اولهم الميني سيم واخرهم الاي سيم. لو مسكنا اول واحده اللي هي الميني سيم، دي الشريحه اللي كلنا اتعودنا عليها في الموبايلات القديمه، حجمها كان كبير وده كان بيأثر على تصميم الموبايلات وبيخليها ضخمه شويه. بعد كده المايكرو سيم، الشركات بدأت تقلل حجم الشريحه للمايكرو سيم، وده ساعد في تقليل المساحه اللي بتاخدها الشريحه جوه الموبايل وسمح بتصميم هنقول ان هو رفيع شويه. بعد كده النانو سيم، النانو سيم اللي هي معاك اللي هي الشريحه الصغيره اللي انت بتركبها في الموبايل بتاعك عن طريق دبوس، ودي حجمها صغير جدا. عملت ايه بقى؟ الشريحه دي يعتبر كده قللت في الحجم المكونات الداخليه في الجهاز بتاعك زي البطاريه والكاميرات. مؤخرا وصلنا للاي سيم، ودي فيديو النهارده اللي هنتكلم فيها بالتفصيل الممل. وبالمناسبه الاي سيم هي مش شريحه، هي قطعه بيلت ان داخل الموبايل اللي انت بتستخدمه. وصلنا لاهم نقطه في الفيديو وهي تقنيه الاي سيم. بص يا صديقي، ببساطه هي شريحه الكترونيه مدمجه جوه الجهاز بتاعك زي الموبايل او الساعه الذكيه. يعني الشريحه دي ثابته جوه الجهاز نفسه ومش زي الشريحه العاديه اللي بنركبها. من الاخر مش هتحتاج تروح تشتري شريحه كل شويه او تروح تعمل استبدال من الشركه بتاعتك. الفكره ان الشريحه دي بتشتغل زي الشريحه اللي متعودين عليها، بس الفرق هنا انك تقدر تفعل اكتر من شبكه وتبدل منهم من غير ما تفتح الجهاز او تركب شريحه جديده. كل اللي عليك تعمله هو انك تختار الشبكه اللي انت تحب تشترك فيها وتفعل الشريحه من السيتنج من جوه، وهتلاقي نفسك متصل على طول على الشبكه اللي اخترتها. بالمناسبه التقنيه دي بدات في سنه 2017 مع موبايلات جوجل بيكسل 2، وبعد كده شركات كبيره زي ابل وسامسونج بدات تعتمد عليها في اجهزتها الحديثه زي الايفون والساعات الذكيه اللي بيقدموها. فالملخص كده الاي سيم هي شريحه الكترونيه موجوده جوه الجهاز بتاعك في المذر بورد بتاع الموبايل، ايا كان هو موبايل ايه سواء سامسونج او ايفون، فهي موجوده بيلت ان، وعلى حسب طبعا كل موبايل بيسبورت التقنيه دي ولا لا. فانت ممكن تدخل على الويب سايت الخاص بكل شركه سواء جوجل او ابل او سامسونج وتشوف الموبايل بتاعهم بتسبورت حاجه زي كده ولا لا. وصلنا لاهم سؤال في الفيديو وهو بيقول لك امتى التقنيه دي هتشتغل في مصر. بص يا سيدي، في يوليو 2024 وزير الاتصالات اعلن ان الاي سيم هتبقى متاحه خلال شهرين، وبالفعل في اكتوبر 2024 شركات الاتصالات بدات تجربها بشكل تجريبي. الشركات بتخطط انها تنتهي من الخدمه دي بشكل رسمي لكل المستخدمين قبل نهايه السنه 2024 عشان كل الناس تستفيد من التقنيه الجديده. طيب انت دلوقتي لو جهازك بيدعم الاي سيم تقدر تروح للفرع وتستفسر هل التقنيه دي بدات تشتغل عندكم ولا لا، ولو هي شغاله هيقدروا يساعدوك ويفعلوها على الموبايل بتاعك. طبعا بتسالني دلوقتي بتقول لي ايه الاجهزه اللي بتسبورت تقنيه الاي سيم. خلينا نتكلم عن الاجهزه اللي بتدعم تقنيه الاي سيم. على راسهم طبعا كالعاده ابل، وبتبدا بالاكس ار والاكس اس وال11 وال12 والاس اي وال13 فيما فوق، ده كله بيسبورت تقنيه الاي سيم. ولكن في ملحوظه هقول لك عليها دلوقتي، ان لو موبايلك نسخه بشريحتين فعلي زي النسخه اللي هي سي اتش او الزد اي فللاسف مش هتدعم التقنيه دي، لان النسخه دي موجوده للصين وان الصين مش بتدعم تقنيه الاي سيم. كل الشرائح اللي عندها بتكون فيزيكال، فللاسف لو معاك نسخه اللي هي زد اي او سي اتش مش هتكون موجود فيها. الشركات التانية طبعا زي سامسونج جالاكسي ال 2021 وال 22 وال 23 وكمان الساعات الذكيه زي الابل ووتش وجالكسي. طبعا انا مش هلم طبعا كل الموبايلات في الفيديو، ولكن انت لو حبيت تعرف الموبايل بتاعك بيسبورت حاجه زي كده ولا لا
فانت بتدخل على موقع الموبايل بتاعك زي سامسونج او ابل وبتسيرش على التقنيه اسمها الاي سيم. لو هي متاحه بالنسبه لك فانت كده بتسبورت الاي سيم. تقدر بكل بساطه تروح للشركه اللي انت متعاقد معاها وتقول له انا عايز افعل تقنيه الاي سيم على الموبايل بتاعي. وصلنا لاهم نقطه، هو ازاي تقدر تفعل الاي سيم بافتراض ان الشركات دلوقتي اطلقت وقالت خلاص احنا كلنا كده شغالين بالاي سيم وتقدروا تعملوا خطوات. لو انت ايفون هتفتح السيتنج او الاعدادات، بعد كده تدخل على حاجه اسمها البيانات الخلويه، بعد كده بتدوس على حاجه اسمها اد اي سيم او اضافه شريحه اي سيم. بعد كده بتعمل سكان للكيو ار الخاص بالشركه بتاعتك، وبكده انت عملت تثبيت للاي سيم على الموبايل بتاعك. طيب لو انت اندرويد بقى هتفتح السيتنج، بعد كده تدخل على حاجه اسمها الكونكشن او الاتصالات، بعد كده هتلاقي حاجه اسمها سيم كارد مانجر او مدير بطاقه الاس اي ام. هتفتح وتدوس على اد موبايل او اضافه باقه الهاتف، بعد كده تعمل سكان للكيو ار، وبكده انت خلاص عملت برضو تثبيت للاي سيم على الاندرويد. طيب لو الكود ده فيه مشكله، تقدر تدخل البيانات دي كلها مانوال عن طريق ان الشركه بتدي لك الداتا دي وتقدر تكتبها عادي بايديك. طيب بافتراض دلوقتي ان في اي مشكله قابلتك تاني، ممكن تتواصل مع خدمه العملاء عشان تاخد كود جديد او يساعدوك في حل المشكله بتاعه التفعيل. المزايا والعيوب بتاع الاي سيم. طيب هنتكلم دلوقتي عن اول حاجه وهي المزايا. اول حاجه بتقدر تغير الشبكات بكل سهوله من غير ما تحتاج تغير الشريحه بايدك، يعني انت كل ده سيستماتيك من خلال الموبايل بتاعك. سيتنج معينه غيرت كده الشريحه مثلا من اتصالات لفودافون او وي او اورنج، فانت بكل بساطه شويه خطوات غيرت الشريحه، مش محتاج بقى تطلع الشريحه وتحط شريحه تانية. ممكن تضيف اكتر من خط في نفس الجهاز، يعني لو عندك مثلا خط للشغل وخط شخصي تقدر تستخدمهم هما الاثنين، وبل كمان ممكن تستخدم اكتر من شريحتين على نفس الموبايل. يعني مش محتاج بقى تبقى ماشي باكتر موبايل، والناس اللي هتستفاد اكتر بالتقنيه دي اللي بتكون معاها ايفون، لان معظم الايفون بيكون بشريحه واحده ما عدا النسخه اللي اتكلمنا عليها اللي هي سي اتش والزد اي. لو انت كمان بتسافر كتير زي مثلا لو رحت الامارات، بدل ما تقعد تشتري شريحه تقدر تضيف خط محلي بشويه خطوات كده من الموبايل بتاعك. انت كده فعلت الشريحه الالكترونيه اون تايم وانت معاك الموبايل. بتوفر لك طبعا مساحه جوه الموبايل، وده بيخلي وزن الموبايل اخف معاك. لو الموبايل اتسرق صعب اللي سرقه ان يشيل الشريحه، وده بيزود مستوى الامان بتاع الموبايل بتاعك. ندخل بعد كده على العيوب. مش كل الموديلات للاسف فيها تقنيه الاي سيم، يعني اي موبايل قديم للاسف مش هيسبورت التقنيه بتاعه الاي سيم. لو حصل مشكله في الموبايل ممكن يبقى صعب شويه انك تنقل الخط لموبايل تاني مقارنه بالشريحه العاديه اللي هي بتشيلها من الموبايل وتحطها في موبايل تاني. بس ما تقلقش، في حل تقدر تتواصل مع شركه الاتصالات وتطلب منهم كارت كيو ار جديد علشان تقدر تنقل الخط لجهاز جديد. في ناس ممكن تلاقي ان الموضوع معقد شويه لو عندهم اكتر من خط على نفس الموبايل بسبب السيتنج اللي هيعملها كتير. لو الجهاز بتاعك ضاع او باظ هتحتاج تكلم شركه اتصالات عشان تفعل الخط على جهاز جديد. بس كده يا سيدي، انا كده وصلت نهايه الفيديو. كالعاده احنا شرحنا كل حاجه عن الاي سيم اللي هي الشريحه الالكترونيه اللي بتكون مدمجه في الموبايل بتاعك. فلو الفيديو عجبك ما تنسوش بقى تعملوا اللايك الجميل بتاعك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عندك اي استفسار تقدر تكتبه في الكومنتات وهرد عليكم. شكرا ليكم ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.